عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيت الصف الرابع الابتدائي جريد 4، أهلا بيكم. النهاردة هنبدأ مع بعض أول كونسبت معانا الترم ده. خلاص، بما انكم لسه جداد قوي معانا في الساينس فأهلا بيكم. ان شاء الله هتبقى مادة جميلة وحلوة جدا وكلنا هنحبها بإذن الله وهنفهمها وهتكون أحلى ما يكون بإذن الله. عايزين بس كتابنا معانا، اوكي، وكمان القلم بتاعنا علشان هنبدأ نعرف ايه بالظبط اللي احنا محتاجين نعرفه كويس ونحفظه كويس ونكتبه كويس وكمان نقراه صح. اوكي، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بدأ معانا بيتكلم عن هنا living system. تمام، وده دي اول يونت معانا اسمها living system. يعني ايه living system؟ living system معناها الأنظمة الحية. يعني ايه برضو؟ يعني بالآخر كده الحاجات اللي عايشة على وجه الأرض، سواء إنسان سواء حيوان سواء حتى الحشرات، خلاص، الشجر، كل حاجة حية على وجه الأرض اسمها living system. طيب عايز تقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا انه living organisms اللي عايشة معانا على الأرض خلاص ليها عندها خواص معينة. طب ايه هي الخواص دي؟ الخواص دي اول حاجة خاصية معانا اسمها خاصية الادابتيشن. تمام. طب يعني برضو عايز ايه النهاردة؟ اوكي، يلا بينا نبدأ. اول حاجة بيقول لنا can you explain these pictures؟ ايه الموضوع؟ اول حاجة بيقولك احنا عندنا number 1، عندنا picture number 1 وعندنا picture number 2 وعندنا picture number 3. picture number 1 اسمها ايه؟ هو اسمها كبير شوية بس خلينا نعرف ان اسمها جمل ليزرد. تمام، اسمها جمل ليزرد، ودي بالعربي معناها ايه؟ معناها السحلية. خلاص، يعني ايه؟ ده كائن كده بيمشي على الحيطة وموجود في الصحراء بين الصخور وكده. طيب تاني صورة دي مين؟ دي البالم تري. البالم تري دي يعني ايه؟ يعني واضحة من شكلها دي النخلة وكمان جنبها النونو بتاعها بنتها. حلوة قوي. طيب والبيكتشر التالتة دي مين؟ human being. يعني ايه human being؟ يعني الانسان. وجايب لنا مثال على الانسان هنا، البنوتة الامورة اللي ماسكة الامبريلا وقاعدة على الايه؟ على البحر. اوكي، طيب عايز ايه؟ قصده ايه من التلاتة دول؟ يعني جايب لنا سحلية وجايب لنا انسان وجايب لنا نخلة، ويقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان التلاتة دول عبارة عن living organisms. معقولة؟ النبات ده بياكل وبيشرب وكمان عنده بيبي صغنون وكمان بيطلع لي الثمار بتاعته اللي هي الايه؟ اللي هو البلح. الليزرد دي بتاكل وبتشرب وكمان بيبقى عندها النونو بتاعها. والبنوتة الأمورة دي هتكبر وهيبقى عندها أولاد وهتاكل وهتشرب وبتتعلم وبتعمل كل حاجة. يبقى التلاتة زي بعض، التلاتة living organisms. اوكي تمام، اسمهم ايه؟ اسمهم living organisms اهو. يعني ايه بقى living organisms؟ living organisms معناها كائنات حية. يعني ايه؟ اي كائن حي يقدر ياكل، يقدر يشرب، يقدر يتنفس ويقدر كمان يجيب بيبيز. اوكي تمام، يبقى دي اول حاجة عرفناها، المعنى living organisms. طيب تاني حاجة لازم نعرفها ايه؟ انه البيكتشر التلاتة دول بيقولوا لي انه السحلية دي living organism، انه النخلة دي living organism، انه البنوتة الحلوة دي من living organisms. طب ايه اللي بيربطهم ببعض؟ اللي بيربطهم ببعض ان هم بيقدروا يعملوا حاجة اسمها الادابتيشن. يعني ايه بقى adaptation دي معناها ان احنا نقدر نتكيف. حلو، ما هي بالعربي واضحة ومكتوبة كمان. طب يعني ايه برضو اقدر اتكيف على حاجة؟ يعني مثلا يا شاطرين احنا في فصل الصيف، ففي فصل الصيف بنعمل ايه؟ بنلبس هدوم خفيفة. يعني ايه بقى هدوم خفيفة؟ يعني بقى واحنا صغننين نلبس بقى ايه؟ حاجات بقى حلوة كده جميلة. بس لما بنكبر طبعا علشان احنا ايه بنكبر شوية بنلبس هدوم كده ايه؟ يعني برضو خفيفة شوية. يلا خلاص، يبقى احنا واحنا في الصيف بنلبس ايه؟ بنلبس لايت كلوز. اوكي، طيب في الشتاء يا حلوين بنعمل ايه؟ يوه، في الشتاء بقى عد يعني عد كتير. بنلبس بقى هدوم كتيرة وبنتغطى بالبطانية وبنلبس شراب وبنلبس جاكيت وبنعمل عمايل علشان بس ايه؟ عشان بس الشتاء.
ده نوع من انواع الايه؟ ده نوع من انواع الادابتيشن. يبقى الادابتيشن بتاعتنا معناها اني اقدر اتكيف على الحاجه اللي حواليا. فلما يبقى عندي الجو صيف فاقدر البس لايت كلوز، اقدر اسافر اروح اصيف. لما يبقى عندي الدنيا شتاء خلاص لازم البس ايه؟ لازم اتقل جدا، وكمان اعمل ايه؟ وافضل انام تحت البطانيه. صح صح تمام حلو قوي. طب يا ترى الجاما ليزرد دي بتعمل ايه علشان تستخبى في الحر الشديد ده؟ يعني احنا مثلا عندنا درجة الحرارة 40 في الصيف، فانا عرفت احنا كإنسان هقدر اعمل ايه؟ هقدر ادخل البس لايت كلوز، هقدر اخد شاور، هقدر افتح التكييف، هقدر اروح اصيف. طب يا ترى بقى الجاما ليزرد اللي الغلبانة دي بتعمل ايه وهي عايشة في الصحراء؟ الجاما ليزرد دي وهي عايشة في الصحراء بيقول لنا انها تقدر تعمل adaptation، تقدر تحمي نفسها من الحر الشديد ده. معقولة؟ معقولة. هنعرف دلوقتي ازاي. طيب وايه كمان؟ طب والبالم تري دي، النخلة الطويلة قوي اللي في السما فوق قوي دي، عشان نرفع دماغنا كده علشان نشوفها، يا ترى وهي واقفة طول النهار في الشمس وفي الحر ده بتحمي نفسها ازاي؟ ده بقى اللي هيشرحه لنا النهارده. طيب يلا بينا نعرف كده هو هيقول لنا ايه. بيقول لنا انه الجاما ليزرد اهي، خلاص لازم نعرف الكلمة دي ولازم نعرف نكتبها كمان. الجاما ليزرد دي مكانها live in a desert. اوكي يعني ايه؟ يعني بتعيش دايما في الصحراء. طيب how جاما ليزرد تقدر تعمل بروتكت نفسها من الحر ده؟ يبقى يلا يا شاطرين مع بعض نقول by finding shaded area during a hot sunny day. يعني ايه بقى الكلام ده يا ماس؟ يلا بينا نعرف معنى الكلام ده. معنى الكلام انه الجاما ديزرت دي بتعيش في الديزرت بس خلاص. فمعنى انها بتعيش في الديزرت يعني في الصحراء، يعني الجو حر عندها قوي، فبتحمي نفسها بانها تدور على منطقة ظل ما فيهاش شمس تقدر تعيش فيها. لحد ايه؟ لحد ما النهار يعدي. شايفين المنطقة اللي هي عايشة فيها هنا اهي؟ طالعة اهي بتبصلنا الجاما ليزر ده ايه، بس هتدخل تستخبى فين؟ في الشقوق دي او في المنطقة الشيدد اريا. يبقى الجاما ليزرد ازاي تقدر تعمل بروتكت لنفسها من الحر الشديد، من الاكستريم هات كلايمت؟ هنحط خط تحت by finding shaded area. هي دي اللي احنا محتاجين ايه؟ نكون حافظينها. by finding shaded area. اوكي يعني ايه shaded area؟ يعني منطقة ظل. يعني ايه في الصورة اهي المنطقة دي في الشقوق ما بين الايه؟ ما بين الصخور. اوكي طيب ندخل نمبر 2 على بالم ايه؟ البالم تري. البالم تري دي مش احنا قلنا ان هي طويلة قوي في السماء، وكمان يا عيني يعني بتبقى واقفة في الحر كده على طول، مش بتتحرك زينا، ولا هتقدر تستخبى في الشقوق كده او في الحتة الشيدد دي زي الجاما ليزرد، ولا هتقدر تجيب امبريلا زي الايه؟ زي الهيومن. يا ترى البالم تري دي بتحمي نفسها ازاي من الاكستريم هات كلايمت؟ يجي يقول لنا في الكتاب انه البالم ليفز اللي هي الاوراق بتاعتها، الورقه بتاعت النخله بتبقى عامله كده زي ما احنا شايفينها في الصوره. مالها بقى الليفز بتاعت الايه؟ بتاعت البالم تري؟ covered with a waxy area. خلاص waxy layer، عندها waxy layer. يعني ايه waxy layer؟ يعني مادة شمعية. المادة الشمعية دي بتعمل لها ايه؟ protect themselves from extreme hot climate. يبقى البالم ليفز اوراق الايه؟ النخله بتعمل ايه؟ بتحمي نفسها ازاي؟ covered with layer. نوعها ايه اللير دي؟ waxy layer، يعني طبقة شمعية. يبقى هنقول ان البالم ليفز بتغطي نفسها بطبقة شمعية علشان تحمي نفسها من الحر ده. حلو جدا. يعني ايه طبقة شمعية؟ يعني waxy layer. طيب كويس. طيب نيجي بقى بعد كده ازاي الهيومن بي يقدر يحمي نفسه من الاكستريم هات كلايمت ده. ادي زي بالظبط في الصورة زي البنوتة دي by using umbrella and light clothes. تمام. يبقى التلاتة بوينت دول هنقدر نقولهم بسرعة. انه الجاما ليزرد دي تقدر تخبي نفسها فين؟ علشان طبعا هي عايشة فين؟ في الديزرت، ودي حتة لازم نحط تحتها خط. بتعمل ايه علشان تحمي نفسها من الحر؟ finding shaded area. حلوة جدا. طب البالم ليفز
البالم ليفز دي بتغطي نفسها بواكسي لاير علشان تحمي نفسها من ايه؟ من الاكستريم هات كلايمت. طب الهيومن بين يجي للصيف ويعمل ايه؟ يمسك الامبريلا بتاعته ويلبس لايت كلوز. اوكي تمام يا شباب. ندخل بعد كده على حتة مهمة جدا. الديفينيشن ده يا حبايبي مهم. طيب مهم اعرف ايه؟ مهم ان انا اعرف الديفينيشن واعرف المعنى بتاعه. طب يلا بينا. يعني ايه adaptation؟ قلنا بالعربي معناها تكيف. حلو جدا. بس انا عايزه اعرف معناها بالانجلش. عايزاك تعبر عن اللي انت فاهمه بالعربي بالانجلش. فده معناه ان احنا نعمل ايه؟ معلش هنحفظها شوية مع بعض كده بالانجلش. ندوس على نفسنا لحد ما نحفظها كويس قوي، علشان اول ما نحفظها هنرتاح، ولما نكبر هنقدر نعبر صح بعد كده عن الايه؟ عن اللي احنا فاهمينه. اوكي طيب هنا الادابتيشن دي معناها ايه؟ They are characteristics that help living organisms to survive and reproduce in an ecosystem which they live. اوكي طيب انا عايزه اعرف ايه؟ اعرف نمبر 1 اللي هحط تحته خط بالظبط. الادابتيشن هي عباره عن characteristic that help living organisms to survive and reproduce. بس كده، ده اللي انا عايزه اعرفه من الايه؟ من الديفينيشن ده. اوكي يبقى هي عباره عن خاصيه بتساعد مين؟ help living organisms، يعني اي حاجه مش عايشه ما ينفعش تعمل ادابتيشن. طيب الترابيزه اللي احنا بنقعد نذاكر عليها، المكتب بتاعنا، ينفع يعمل المكتب بتاعنا ادابتيشن؟ طب يعمل ادابتيشن ازاي؟ هو اصلا ما بيتحركش ولا بيحس ولا بياكل ولا بيشرب، هو اصلا مش living organism، فما ينفعش ايه انه يعمل ادابتيشن. طيب الموبايل ولا اللابتوب ولا التابلت اللي احنا معانا ده ينفع يعمل ادابتيشن؟ طبعا لا، ما ينفعش يعمل ادابتيشن لانه برضو ايه؟ مش living organism. يبقى خاصية الادابتيشن دي بتاعت مين؟ بتاعت اي living organisms. طب مهمة علشان ايه؟ to survive and reproduce. اوكي طيب تمام. يجي بعد كده على definition تاني مهم جدا اسمه الايكو سيستم. ايكو سيستم يعني ايه بقى الايكو سيستم؟ الايكو سيستم دي بالاخر معناها الايه؟ معناها المنطقه اللي احنا عايشين فيها. يعني ايه؟ يعني الايكو سيستم مثلا على صغير كده، الاوضه بتاعتي دي عباره عن ايه؟ عباره عني انا مثلا واختي عايشه معايا في نفس الاوضه، كل واحد على سريره، والمكتب بتاعنا والكتب بتاعتنا واللعب بتاعتنا او اللابتوب بتاعنا وهكذا. ده الايكو سيستم. الايكو سيستم بالانجلش معناه هو الاريا، تمام، which living organisms and non-living things interact with each other. يعني ايه بقى؟ يعني انا كإنسان انا عبارة عن ايه؟ عبارة عن living organism. تمام. طيب واللابتوب والمكتب بتاعي والتكييف بتاعي والسرير بتاعي كل دول اسمهم ايه؟ اسمهم non living things. اوكي يبقى انا عندي ايه؟ عندي حاجتين. اول حاجة اسمها living organisms والتانية اسمها non-living organisms. اوكي طيب الليفينج اورجانيزمز دي ايه؟ اللي هو انا وانتي واخويا واختي. طب والنون ليفينج ثينجز دي اللي هي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اللابتوب بتاعي، السرير بتاعي، المكتب بتاعي، كتبي. طيب انا لما انا وكتبي في منطقه واحده او مع بعض يبقى اسمنا ايه؟ يبقى اسمنا ايكو سيستم، عايشين في منطقه الايه؟ والمنطقه دي اسمها الايكو سيستم. يبقى انا عايز اعرف يعني ايه definition of ecosystem. definition of ecosystem it is an area in which الايكو سيستم دي بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن area in which living organisms. هسألكوا مين هي living organisms؟ يعني ايه؟ يعني اي كائن حي، يعني انا واختي واخويا، ماما، بابا. لو انا بربي بيتس تبقى القطة بتاعتي، الكلب بتاعي. لو انا عندي وردة مثلا مربياها في البلكونة تبقى البلكونة يبقى الايه؟ تبقى الوردة بتاعتي. احنا كده كلنا living organisms. and non-living things. يعني ايه بقى non-living things؟ دي بقى هي عبارة عن ايه؟ مكتبي، اللابتوب بتاعي، اللعبة بتاعتي، التابلت بتاعي وهكذا. اوكي وكلنا بنعمل interact مع بعض. يعني ايه بقى interact؟ يعني انا
بعمل ايه؟ ماسكه الموبايل بتاعي او اللابتوب بتاعي وبذاكر عليه او بلعب عليه. يبقى احنا عملنا انتر اكشن، عملنا تفاعل ما بيننا وما بين بعض. ادوس عليه هنا يفتح، ادوس عليه هنا يقفل. اوكي. طيب عملت انتر اكت مع اختي، بكلمها بترد عليا، هو ده الانتر اكت. اوكي. يبقى اي ايكو سيستم معناه الاريا اللي احنا عايشين فيها. احنا مين؟ احنا اللي هو living organisms، والموبايل اللي معانا او الايه اللابتوب اللي معانا، وبنتفاعل ايه؟ وبنتفاعل مع بعض في الاريا بتاعتنا. اوكي يا شباب. يبقى ملخص الكلام بتاعنا النهاردة كان بيقول لنا ان احنا بنتكلم عن حاجة اسمها adaptation. الادابتيشن دي كاركتر خاصة بمين؟ بأي living organism. طب non living things عندها adaptation؟ هنقول لا طبعا، دي خاصة بس بالliving organisms. طب مين هما living organisms؟ هنقول ان هما الهيومن بين، هنقول اللي هي الجاما ليزرد، هنقول اللي هي تري. ازاي كل واحد فيهم يقدر يعمل adaptation؟ الجاما ليزرد بتعمل ايه؟ بتدور finding على shaded area، اما البالم ليفز بتعمل كفر، تغطي نفسها بواكسي لاير. اما الهيومن بين بيمسك امبريلا وبيلبس لايت كلوز. وبعد كده عندنا تو ديفينيشن النهارده. اول ديفينيشن هو الادابتيشن وخلاص عرفناه. تاني ديفينيشن هو الايكو سيستم، والايكو سيستم بتاعنا هو عباره عن الاريا اللي انا وغيري بنتفاعل فيها مع بعض. النهارده الدرس طبعا يعني مش عايزه اطول اكتر من كده. نظبط الصفحة دي ان شاء الله، البيج دي نحفظها كويس قوي، ويا رب نكون فهمناها. وان شاء الله هنتقابل بكرة بإذن واحد احد في فيديو جديد ان شاء الله على الايه وعلى الباقي بإذن الله من الادابتيشن. يلا سلام عليكم.